قصة غريبة ولكن للأسف إنها قصة حقيقية. القصة اللي هحكيها لكم دي حصلت من شهر بالظبط في دار مناسبات قريبة مننا. العريس والعروسة موجودين وأهلهم والفرح شغال، والعريس بيمضي على أوراق الزواج في القاعة. بعد ما كتبوا الكتاب شفهيا، العريس اكتشف حاجة غريبة جدا. اكتشف ان هم بيمضوا على عقد بيع الشقة بتاعته بدون علمه. طبعا مش هقول لكم ايه اللي حصل، وان العريس قام وضرب العروسة وطلقها، والعيلتين قاموا ضربوا بعض، وللأسف الشديد ان في شخص مات في هذه الحادثة. موضوع صعب جدا، وانا عارف ان في ناس كتير ممكن ما تصدقهوش، ولكن ده واقع أليم. ليه بنحكي القصة دي؟ علشان نطلع منها بعبرة. هل الناس دول اختاروا صح؟ هل الطرف ده او هل العريس ده اختار صح؟ هل عمل فترة خطوبة صحية؟ هل عمل فترة خطوبة مناسبة؟ هل عرف الطرف التاني كويس؟ هل الجوازة دي كانت ممكن تبقى جوازة سعيدة؟ لازم كلنا نخلي بالنا ونتعلم من القصة دي ان احنا نختار صح، نخطب صح، نتجوز صح، علشان ما نقعش في نفس المشكلة اللي وقع فيها صاحبنا. ربنا يحفظكم ويبعد عنكم المشاكل ويرزق أولادكم أزواج وزوجات صالحين. يا ريت اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وتابعونا علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.